بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. كيفكم يا بنات؟ كيفكم يا جميلات؟ إن شاء الله كويسين. رجعت لكم بفيديو جديد، بتمنى إنه يعجبكم، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تصلكم فيديوهاتي أول بأول، وعودا حميدا إن شاء الله. يلا بينا. ففيديو الليلة حتكلم لكم عن طريقة تعطير وتبخير المكنسة الكهربائية. فأنا غسلتها وكده، يعني شطفتها كده نظيف، وغسلت القطعة الفوق دي، وقلت قبل ما أقفلها أبخرها. فالمهم القطعة الفوق دي طلعت جنس وسخ وجنس غبار يا بنات، ما أحكي لكم. فخطيت بخور حلو وجميل كده، خطيته وخليته مدة كده زي 10 دقايق يتبخر كويس ويتعتك، وبعد كده قفلت المكنسة حقتي. فما أحكي لكم عن الريحة الرهيبة اللي بتطلع كل ما أنا أجي أكنس، يعني بدل تطلع لي ريحة غبار، ريحة حاجة محروقة، ريحة كهرباء، بقى بيطلع ريحة البخور الحمد لله. ودي حاجة كويسة وأنا بنظف في البيت. فبس حبيت أفيدكم بالطريقة دي، وهنا البخور كان معجج كده دي وحلو. فبس بتمنى إنه الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه، وإذا عجبكم اعملوا له شير عشان الناس تستفيد منهم، واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم شنو. ويلا في أمان الله.